الكل بيشوف قاعات العرض الضخمة في المتحف المصري الكبير، لكن قليل جدا يعرف ان ورا الواجهات دي في أكبر مركز لترميم وتحليل الآثار في الشرق الأوسط. جوه المركز ده أكتر من 19 معمل متخصص، كل واحد منهم بيشتغل على نوع مختلف من القطع الأثرية: حجر، خشب، منسوجات، معادن، وحتى مومياوات. الهدف مش بس إصلاح الأثر، لكن فهم تركيبه وتاريخه وكل حاجة مرت عليه من آلاف السنين. في معامل بيستخدموا أجهزة زي XRD لتحليل المعادن، SEM لتكبير سطح الأثر آلاف المرات، FTIR لتحديد المواد العضوية، ومعامل الميكروبيولوجي لمتابعة أي نشاط بكتيري أو فطري ممكن يهدد القطع. المعامل دي كمان بتراقب باستمرار عوامل زي الرطوبة ودرجة الحرارة والإضاءة علشان كل قطعة تفضل مستقرة ومحمية في بيئة مثالية. المتحف المصري الكبير مش بس بيعرض التاريخ، ده بيدرسه وبيفهمه من جوه.